اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفوني سيبولي كومنت عشان ادخل ارحب بيكم. هنعمل النهارده مع بعض تورته عيد ميلاد سهله خالص وبسيطه، وهنفرح الاطفال بحاجه كده بسيطه ومش مكلفه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا 4 بيضات، لو البيض صغير يبقى 5 بيضات، وهحط عليه باكت من الفانيليا، وهنزل بكوبايه وربع من السكر. هخلط بقى السكر كده مع البيض قبل ما اشغل المضرب علشان ما يبهدليش المكان، وبعد كده ابدا ان انا اشغل المضرب بتاعي. ممكن اعملها في الخلاط وممكن بالمضرب اليدوي، بس اسرع طبعا بالخلاط والمضرب اليدوي بالمضرب الكهرباء، لان المضرب اليدوي بياخد وقت شويه. هتاخد بالظبط 7 دقايق يكون السكر داب كويس كده مع البيض واداني اللون اللي انتوا شايفينه ده والقوام ده. بعد كده هنزل بكوبايه من الحليب المغلي ونص كوبايه من الزيت. ما نخافش من الحليب المغلي، مش هيعمل اي حاجه خالص مع البيض. هبدا بقى ان انا اقلبه كويس كده مع بعض واضربهم كده لمده دقيقتين. بعد كده هنخل 2.5 كوباية من الدقيق، بس هنخلهم كويس كده وهدخل فيهم هوا بالشكل دوت عشان الكيك بتاعي يكون هش. ودي تاني كوبايه. هنخلها بقى بالشكل ده كده عشان اوزعها كويس كده على في البوله علشان يكون هش كده الدقيق بتاعي يكون داخله هوا كتير، عشان الهوا ده اللي بيخليها هشة ما تكونش مكتومة. هخلطه بقى كده مع العجين بالشكل ده. بعد كده هنزل بباكت من البيكنج باودر او الكيك شيف، بس انا بحب البيكنج باودر احسن من الكيك شيف. هو الموجود الاتنين بيدوا نفس النتيجة، بس انا بحب النتيجة اكتر بتاعة البيكنج باودر. هقلبهم بقى كويس كده مع بعض، ومادام حطيت الدقيق والبيكنج باودر هقلب في اتجاه واحد، يعني هخلي ضرب المضرب في اتجاه واحد. هخلطهم بقى كويس مع بعض لحد ما يختفي الدقيق تماما. بعد كده هنزل بقى بمعلقة من الخل، معلقة صغيرة من الخل، وهنزل بمعلقة صغيرة بمحسن الكيك الجل. انا بنزل محسن الكيك الجل عشان انا بحب اللون بتاعه، بيفتح لي الكيك جدا وبيخلي لونه فاتح كده وبيخليه هش برضو. بس هي معلقة صغيرة بس مش اكتر، لان احنا حاطين بيكنج باودر، فانا بحطه كلون بس، او بيبص بيفتح لي زي الكيك وبيخلي لونه حلو قوي، بيخليه فاتح كده، مش بتبقى مصفرة من البيض او لونها اصفر او لونها غامق، لا بتبقى بيضة كده. خلاص خلصت معايا الكيك. احضر بقى القالب بتاعي او الصينيه، حاطه لها كده ورق زبده واحط فيها الكميه كلها، بس انا ما كنتش عايزاها تكون مرتفعه قوي، انا كنت عايزه اقسمها لطبقتين بس، فانا نقلتها من القالب ده حطيتها في صينيه اكبر، لان انا ما كنتش عايزاها عاليه قوي، علشان انا عايزاها طبقتين مش 3. هعملها كده من على الوش كويس كده بالاسباتيولا، وكمان هجيب خله وهبدا ان انا اعمل بيها الحركه دي، علشان انا مش عايزاها تنتفخ كده من النص وتعلى، انا عايزاها كلها تكون سوا واحد. بعد كده هحضر بقى الكريمه بتاعتي، هعمل 3 من الكوبايه المعياريه ديت كريم شانتيه، انزل عليها ب3 من لبن نفس الكوبايه ده كده مبدئيا، ولو احتاجنا تاني هنزود. لو الكريم شانتيه خام هدوب السكر او السكر بتاعي هدوبه في اللبن او في الميه، ما ينفعش ان انا احط السكر على الكريم شانتيه. لو هو بقى محلى عادي بحط لبن بس، لو خام بدوب السكر والسكر مع اللبن او الميه. ممكن نعمله بلبن او بميه، ممكن نعمله نص كده ونص كده. انا دلوقتي حطيت 3 كوبايات من الكريم شانتيه عليهم 3 كوبايات من اللبن. هخلطهم بقى كويس مع بعض، بس انا حسيت ان القوام تقيل جدا كده بالشكل ده. بصوا هعمل ازاي، حسيت ان هو محتاج لبن تاني، حطيت كوبايه كمان من اللبن، يعني كده 4 كوبايات من اللبن
على 3 كوبايات من الكريم شانتيه. هخلطهم بقى مع بعض كويس بالشكل ده لحد ما يدوني القوام المتماسك دوت. وطبعا اللبن لازم يكون مثلج او يكون ساقع جدا. هضربهم كويس كده لمدة 7 دقايق. قوام تقيل معايا اهو، شايفين شكله بقى حلو قوي. والسكر بيتحط حسب الرغبة، بس انا بحط ايه، يعني انا بحلي كوباية اللبن بحليها عادي اللي هو السكر اللي يعجبني، وبعد كده بقى ايه ابدأ ان انا اضيفها على الكريم شانتي. الكيك بتاعي اهوت انا بيته لتاني يوم، ما ينفعش ان انا اشتغل فيه في نفس اليوم، لو انتوا حابين على الاقل تسيبوه 3 4 ساعات، بس انا بحب ابيته لتاني يوم. بعد كده هبدأ ان انا اشيل بقى الطبقة اللي على الوش دي زي ما عملنا قبل كده مع بعض في الجاتو. هبدأ ان انا اقشر كده الطبقة دي بكل سهولة بايدي كده. ما ينفعش ان انا اعملها بسكينة او كده عشان مش هتكون متساوية معايا، هفضل ان انا اخد من الكيكة وانا بقشر بالسكينة فهكون مش متساوية معايا. فانسب حاجة ان انا اعملها بايدي كده، بيكون كلها سوا واحد، ومش باخد غير القشرة بس، يعني مش باخد حاجة خالص من الكيك. كده قشرتها بالشكل ده. شايفين لون الكيك فاتح ازاي وهش جدا، شايفين شكله بجد حلو قوي. الكيك اصلا لوحده طعمه تحفة. هبدأ بقى ان انا اجيب الطرنش بتاعي او السكينة المشرشرة بتاعتي، واحدد كده التورتاية بتاعتي قبل ما اقطع. يعني الاول بحدد بس كده انا هقطع ايه، وبعد كده واحدة واحدة هدخل بالطرنش لجوه اهو بالشكل ده. شايفين بالشكل ده اتقسمت معايا بكل سهولة. شايفين لونها ايه من جوه وشكلها عامل ازاي. هجيب بقى سيرم او شربات او مية بسكر او حليب، اي حاجة موجودة عندنا، ممكن 7 اب، وابدأ ان انا اسقي الكيك بتاعي. وبعد كده اجيب كيس حلواني واحط بقى فيه الكريم شانتيه. انا حطيت في كيس الحلواني علشان يكون الكمية متساوية، عشان انا حابة كمية الكريم شانتيه تكون متساوية، ما يكونش حتة عالية وحتة واطية وبالشكل دوت، فانا عايزاها تكون متساوية كلها قد بعض عشان الكيكة ما تكونش مايلة. فانا حطيت كده بكيس الحلواني، وبعد كده هجيب السكينة وابدأ ان انا اسويها كده وافردها كويس. وبعدين كيس الحلواني بيسهل كمان عليا ان انا افرد، ممكن بمعلقة او بسباتيولا او باي حاجة، بس انا بحس الكيس الحلواني بيبقى اريح شوية. بعد كده هجيب الطبقة التانية بالشكل ده، وهبدأ اسقيها برضو بالسيرم. وهحط برضو الكمية التانية من كريم الشانتيه. انا حبيت ان هي تكون طبقتين بس، لو انتوا حابين اكتر ممكن تعملوها 3 طبقات او 4 طبقات كمان. حطيت كمية كده من الكريم شانتيه وهبدأ بقى ان انا اسويها. ممكن ان انا الحروف او الجناب بتاعتها دي ممكن ان انا اشيلها بالسكينة، لو انا مش عارفة ان انا افردها، اللي هي الحروف اللي في الجناب، لو انا مش عارفة ان انا افردها او هتبان معايا مش عارف ان انا اغلفها كويس، ممكن ان انا اشيلها كده الحروف دي كلها واسويها بالسكينة. هظبطها بقى كده وانزل على الجناب بالشكل ده، وابدأ ان انا اغلفها كويس. طبعا احنا مغلفين مع بعض قبل كده تورته، فهي مش محتاجة، سهلة جدا. احط بس طبقة كده او كمية من الكريم شانتيه وابدأ ان انا اوزعها بالشكل ده، واسوي من فوق وانزل كده على الجناب. بكل سهولة غلفتها وعملت لها كفر كده من الكريم شانتيه. هسويها بقى كويس.
اهم حاجه تكون الكميه بتاعه الكريم شانتيه بتاعتي كويسه عشان اقدر ان انا اغلف فيها التغليف دوت. بعد كده عملتها بشكل عشوائي كده، يعني مش لازم ان انا اسويها كويس. وبعد كده عشان انا جبت القطعه ديت، القطعه دي بتتجمع الحاجات اللي هي بتاعه التورت والحاجات دي، فيها قطعه كده مشرشبه او مشرشره. القطعه دي ومعاها قطعه تاني تقريبا ب7 جنيه، مش غاليه. هبدأ بقى ان انا اعمل الخطوط دي في الجناب بالشكل دوت، وهسوي بقى من فوق كده. بعد ما عملت الخطوط دي هسويها من فوق كده واخليها كلها سوا واحد. بعد كده هجيب الفورماسيه وهبدأ ان انا احط كده على الجناب، ابطط بايديا كده حاجة بسيطة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما اضغطش قوي، انا يا دوبك بص بحط كده، بجيب الفورماسيه على صوابعي واروح لازقاه كده عليها من الجنب. بجد بيديها شكل حلو قوي، والاطفال كمان بيحبوه عشان الالوان بتاعه والطعم بتاعه تحفه. الاطفال بيحبوا الالوان كده والحاجات المبهجه دي، وبيحبوا الحاجه اللي بتبقى فيها كذا لون. انا محبتش ان انا افور فيها، حبيت اخليها سيمبل كده، وفي نفس الوقت بنانيتي عيد ميلاد ده كان عيد ميلاد بنوته، فلازم تكون حاجه سيمبل كده وبنانيتي كده. بقى خلاص غلفت الجناب بالشكل ده. هجيب بقى كده اللون اللي هو لون الطعام، احط حته صغيره خالص، هو بيبقى بودر في الجل، لكن دوت عشان بودر هحاول ان انا احط عليه حبه صغيرين من الميه، يعني نقطه صغيره بتاع معلقه صغيره كده من الميه على البودر، واخلطه معاه بالشكل ده. ده لون بينك، طبعا بنوته صغيره فلازم يتعمل لها كده لون بينك او الوان زي كده. هقلب بقى اللون كده مع الكريم شانتيه. طبعا الالوان على حسب الرغبه، في الوان كتير جدا من الالوان ديت، ممكن ان انا اجيب اي لون تاني يعجبكم. انا حسيت اللون فاتح شويه فحطيت حبه كمان، حبيت ان انا اغمق درجه اللون. تمام وصلت اللون البينك دوت، بجد لونه حلو قوي، وهيلي كمان مع الابيض ومع الالوان بتاعه الفورماسيه بيديها شكل رقيق قوي. وانا مش بحب ان انا اعمل زحمه كتير في التورتايه عشان تبان شكلها ويبان لها كده شكل مميز. هجيب بقى كيس الحلواني وابدا ان انا اعبي فيه كده كريم شانتيه بالشكل ده. كده عبيته كويس، بقى هنزله لتحت وافرغ الهواء، واجرب كده على اي حاجه بعيد بعيد عن التورتايه، واشوف شكل الرسمه ايه، واظبط كده الدنيا بعيد عشان قبل ما احطها على التورتايه عشان ما بوظهاش. بعد كده هعمل بقى رقم 6، هي هتتم 6 سنين، كل سنه وهي طيبه. وبعد كده هبدا اعمل وردات كده، هضغط وانزل بايدي شويه عشان تكبر الورديه. وبعد كده هرفع ايدي لفوق، يعني هضغط لتحت وارفع ايدي، هضغط لتحت وارفع ايدي. شايفين شكلها بقى رقيق جدا ومش مكلفة خالص، كريم شانتيه وكيك مش اكتر. دوت فورماسيه كده ملون مدور، حبيت برضو ان انا احط منه كده يدي برضو شكل احسن. ممكن نكتب الاسم، ممكن نعمل اي حاجة تاني، مش شرط الرقم بتاع السن. ممكن ان انا احط اي اسامي، ممكن اكتب هابي بيرث داي، ممكن اعمل اي حاجة تاني. الافكار كتير والتشكيل كتير، ممكن انتوا تعملوا اللي تحبوه. تزويق التورتايه ديت بيرجع لذوق الشخص اللي بيعمله، او المناسبة نفسها، او السن بتاع الطفل، او سن الحد الكبير. فانا التزويق دوت كل واحد وذوقه. متنسوش بقى السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.
تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل النهاردة مع بعض الرموش او سد الحنك، زي ما في ناس بتقول عليه سد الحنك او الرموش، بطريقة سهلة خالص وبسيطة وخفيف جدا. هناكل منه كمية كبيرة وفي نفس الوقت مش هيكون تقيل زي بتاع برا. هنعمله بطريقة حلوة جدا وتركات حلوة جدا زي بتاع المحلات بالظبط، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين السوا بتاعه حلو قوي ولونه كمان حلو جدا. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا معايا بولة وحطيت فيها كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة، بس انا عملته بزبدة كان اخف كتير. هحط عليها نص كوباية من السكر البودر واقلبهم بقى مع بعض كويس كده لحد ما يختلطوا. هو السكر بودر فمش هياخد وقت، بس لازم ان انا ادوبه كده مع الزبدة. ممكن نستخدم سمنة عادي خالص لو مش موجود زبدة، بس اهم حاجة زبدة صفرا او زبدة بلدي، لان دي بجد اهم حاجة في الحلويات الشرقية كلها. هنزل بقى ببيضة كاملة وبياض بيضة، بس هاخد الصفار بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هفصل البياض كده عن الصفار بالشكل دوت، وهشيل الصفار هحتاجه دلوقتي. كده انا معايا بيضة وبياض بيضة. هحط بقى الفانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض واقلبهم بقى مع بعض كويس. الموضوع سهل خالص، مش محتاج مضرب كهرباء او اي حاجة، بالمضرب اليدوي مبياخدش وقت خالص. تحلية كده سريعة وسهلة جدا. هنزل بقى بنص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، بس مش الاكياس اللي متضاف عليه حاجات، لا دقيق سميد عادي من العطار. وهنزل بكوبايتين كده من الدقيق. هشيل بقى المضرب لان هي هتبقى عجينة، فانا مش عارفة ان انا اعجنها بالمضرب. هحط بقى معلقة ونص من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة. هبدأ بقى ان انا اعجن العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس معجنش كتير. مجرد ما يختفي الدقيق معايا ويتكون عجينة كده زي اللي هتشوفوها، عجينة طرية، هوقف بقى عجن عشان انا هي مش محتاجة عجن. هو انا بس بلم الدقيق كده وبخلط المكونات في بعض. بلم كده الدقيق من الجناب ومن كل حتة. بدأت تتلم معايا اهي. هجيب بقى صاج ادهنه سمنة او زيت او اي حاجة موجودة عندنا، وابدأ ان انا اشكل بقى الرموش. انا هعملها طويلة كده بيضاوية بالشكل دوت، وهعملها كمان مدورة. الشكلين بيبقوا احلى من بعض. هشكلها كده، شايفين دي كده بيضاوية، بس هسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، ما لزقهمش في بعض. هسويها كده واخلي شكلها مظبوط. هعملها دايرة، وبعد كده هبدأ الدايرة دي ان انا اعملها بالطول. اخليهم كلهم كده نفس المقاس عشان يكون شكلهم واحد. انا عايزاها تكون مظبوطة كده. خلاص شايفين شكلها بقى حلو قوي. هجيب بقى شوكة وابدأ ان انا اضغط عليها كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين، بيديها شكل حلو جدا، بتبقى مخططة كده ومديها شكل حلو. بس ما اضغطش قوي، انا يدوبك بعمل لها شكل كده بس بالشوكة.
كده خلاص خلصت الكمية. حطيت بقى ذرة فانيليا صغيرة خالص على الصفار بتاع البيضة، وهبدأ ان انا ادهن كده بقى الوش بتاع الرموش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هدهن الوش كده بقى بالشكل ده، وبالراحة جدا، بلاش ان انا انزل على الصاج بيض عشان هيتحرق وهيعمل ريحة مش حلوة. بالراحة خالص كده وانا بدهن عشان ما بهدلش كده الصاج. في ناس كتيرة مش بتحب البيض عشان الزفارة، ممكن نعمل معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان على كوباية، على ربع كوباية من اللبن. هنا بقى هعمل السيرم او الشربات بتاعي، شربات عادي خالص. كوباية من المية عليها كوبايتين من السكر، عليهم عصرة ليمونة، هدوبهم مع بعض واسيبهم لحد ما يغلوا. طبعا الرموش في الفرن عشان لازم يكون الشربات سخن والرموش كمان سخنة. بدأ ان هو يغلي، نزلت عليه بالفانيليا وقفلت على طول، الفانيليا اخر حاجة خالص. طبعا الرموش طالعة هنا سخنة جدا. هبدأ ان انا اسقيها بقى بالشربات وهي سخنة والشربات يكون سخن، الاتنين بيتعملوا في وقت واحد. طبعا الصوت كان اكن حاجة بتتحرق، بس اللي هو لازم تشرب الشربات وهي سخنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان تبقى مسقية كويس كده وتكون شاربة الشربات بتاعها. طبعا تبين ان الشربات هنا كتير، بس مش كتير ولا حاجة، هي هتشرب كل الكمية دي. شايفين شكلها حلو جدا زي اللي بنجيبها من برا بالظبط. سبتها شوية لحد ما شربت الشربات بتاعها، محركتهاش عشان ما تتكسرش، وبعديها نقلتها في طبق التقديم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها حلو جدا وطرية خالص ودايبة كده زي ما انتوا شايفين، ومرملة من جوه، والسوا بتاعها كمان حلو قوي. لو ما عجبكوش اللون بتاعها في الفرن من غير الشواية، لو الفرن مفهوش مروحة ممكن نفتح الشواية شوية. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس. هنعمل النهاردة مع بعض العوامة او الزلابية بطريقتين مختلفتين وطريقتين احلى من بعض. شايفين صوتها عامل ازاي؟ بجد حلو قوي. كلنا هنعملها بشكل حلو جدا وهتبقى مدورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش هتطلع كائنات فضائية ولا حاجة، تطلع بشكل حلو جدا. ما تنسوش بقى سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. اول حاجة هحط 4 كوبايات من السكر، واحط عليها كوبايتين من المية، مش هقلبهم عشان مش عايزة السكر يجي على الجناب بتاع الحلة ويسكر. اول ما يغلوا هحط عصرة ليمونة واسيبهم لمدة 5 دقايق يغلوا. بعد كده هحط باكت من الفانيليا وهطفي النار. هفضي بقى السيرم بتاعي كده في بولة واسيبه يبرد تماما. هختبر بقى الخميرة بتاعتي، هحط كوباية من المية الدافية وعليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، واخلطهم مع بعض كويس لحد ما ادوب السكر والخميرة كده مع كوباية المية. المية لازم تكون فترة كده زي دمعة العين، ما ينفعش تكون سخنة قوي عشان ما تموتليش الخميرة، وما ينفعش تكون باردة، لازم تكون دافية بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هزود كوباية من المية الدافية تاني، واحط نص كوباية من الكاستر. الكاستر لو مش موجود ممكن ان انا احط نشا، بس الكاستر بيديها لون حلو جدا، بس عادي ممكن احط نص كوباية من النشا. وهنعملها برضو بطريقة تاني، وشوفوا الطريقة اللي تعجبكم ممكن تستمروا عليها وتعتمدوها. هخلطهم بقى مع بعض كويس.
وهبدأ انزل بقى بالدقيق بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احط 3 كوبايات من الدقيق. كده خلاص حطيت الدقيق بتاعي، هقلب بالمضرب لحد ما الاقي القوام تقيل معايا وخلاص مش عارفه ان انا اقلب بالمضرب. خلاص هشيل المضرب بقى وهبدأ اعجنها بايديا. هخلطها بقى كويس كده بايدي بالشكل ده. وانا بخلطها هقعد اضرب فيها، انا عايزه اقعد اخبط فيها كده. الخبطه دي هي اللي بتخليها تطلع معايا كلها زي بعض مدوره. الخبطه دي اللي بتخليها تبقى مدوره كده ومتساويه. انا حسيت القوام خفيف شويه فحطيت معلقتين تاني من الدقيق. كده خلاص سبتها بقى خمرت لمده من ساعه لساعه ونص في مكان دافي. وهنا بقى معايا زيت اهوت سخن. هبدأ بقى ان انا احط المعلقه في الزيت وبلق ايدي برضو بالزيت واقطع زي ما انتوا شايفين كده. ممكن ان انا اقطع بالمعلقه بتاعه الشاي الصغيره دي وممكن اقطع بالمعلقه المعياريه. هبل كده في الزيت عشان تتقطع معايا بسهوله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضغط بايديا وهنزل في الزيت، هضغط بايديا وتطلع لي هي مدوره كده اروح اقطعها في الزيت. وحتى لو ما طلعتش مدوره هي هتنزل في الزيت هتطلع مدوره على طول. لان احنا واحنا بنخلط العجين او بنعجن العجينه بنقعد نخبط فيها، فالتخبيط فيها دوت هو اللي بيخليها توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده السر في انها تطلع مدورة بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا املي الطاسة بالشكل ده بس مش هينفع ان انا احط على بعض. انا هفردهم كده طبقة واحدة بس، ما كترش عشان ما يلزقوش في بعض. انا هقطع معاكم حبة كده حلوين علشان تشوفوا طريقة التقطيع. ناس كتير مش بتعرف تقطعها بالشكل ده وهنقطعها كمان بشكل تاني مختلف. حبيت ان انا اوريكم الطريقتين وانتوا تشوفوا انهي واحدة المفضلة بالنسبة لكم. بجد حلوة قوي. الطريقة التانية حلوة جدا للمبتدئين اللي لسه اول مرة يعملوا زلابية وهتطلع معاهم اكنهم بقالهم فترة بيعملوها. خلاص انا حطيت طبقة واحدة بالشكل ده. هديها بس لون كده اللي هي دوبك تصفر، شايفين شكلها؟ والكاستر كمان مديها شكل تحفة ولون حلو قوي وبيديها قرمشة حلوة. خلاص اهي بتصفر اهي. انا مش عايزة احمرها، انا عايزاها تطلع صفرة كده بس. هطلعها بالشكل دوت واحطها كده في صينية او حاجة بس خليها مفرودة ما احطهمش على بعض، خليهم مفرودين كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا اقطع كمية تانية. بص انا بقطع حاجات صغنونة ازاي. وبعد كده خلاص انا خلصت كل الكمية وبعدين نزلت بيهم بقى كلهم مرة واحدة تاني. يعني انا عملتهم الاول نص سوا كده وبعد كده نزلت بيهم بالشكل ده تاني. والسيرم بتاعي كان خلاص برد اهو. هحمر فيها بقى لحد ما تديني اللون الذهبي. عايزين تخلوها اغمق شوية ممكن بس انا بحبها كده. شايفين لونها عامل ازاي وشكلها كمان عامل ازاي؟ بجد تحفة. جربوها هتعجبكم جدا. ممكن ان احنا نخليها نص سوا كده ونشيلها في الفريزر او نشيلها في اي مكان. ولو جايلنا ضيوف ممكن ان احنا في 10 دقايق نكون جهزناها، نبقى عاملينها قبليها وشايلينها نص سوا. اول ما يجوا هنقليها اللي هو الوش الاخير دوت وننزلها في السيرم وخلاص. مش هتاخد معانا وقت خالص. ممكن ان احنا نشيلها في الفريزر لفترة طويلة عادي مش هيجرى لها اي حاجة. انا هطلعها واصفيها من الزيت كويس وهنزل بيها على طول في السيرم وهي سخنة. دي الطريقة الاولى، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنعملها مع بعض طريقة تانية برضو وهتعجبكم. استنوا لاخر الفيديو شوفوا الطريقة التانية. هقلبها كده في السيرم بالشكل ده وهسيبها لمدة ربع ساعة لحد ما تتشرب خالص من السيرم وبعد كده هصفيها في مصفى.
ده سيرم برضو برش عليه كده من فوق. ممكن ان انا احط عليها صوص فراولة، صوص شوكولاتة، صوص كراميل، اي حاجة تحبوها. شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها تحفة وشكلها كمان تحفة. اسيبها بقى ربع ساعة وبعد كده اصفيها واغرفها بالشكل ده. دي كانت اول طريقة معانا. تاني طريقة بقى، دول معلقتين ممسوحين من الخميرة وعليهم معلقة من السكر، واحط عليهم كوباية مية دافية. هخلطهم بقى مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب تماما. واسيبها بقى انها تخمر. بعد 10 دقايق بالظبط هنزل بكوبايتين ونص من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا، وهحط معلقتين من اللبن البودر. اللبن البودر بيديها طعم غني كده وطعم حلو قوي. وهنا معايا كوباية مية دافية كمان. هبدأ ان انا اعجن واشوف انا محتاجة مية قد ايه لحد ما اوصل للعجينة اللي انتوا شفتوها ديت، اللي هي يكون القوام بتاعها سايل وما يكونش ولا سايل قوي ولا تقيل قوي، يكون وسط كده زي ما انتوا شايفين. شايفين؟ ولا تقيل قوي ولا سايل قوي. هفضل بقى اخبط فيها لان التخبيطه دي هي اللي بتخلي الزلابيه معايا مدوره بالشكل اللي انتوا بتشوفوه ده. شايفين القوام بتاعها؟ هو ده القوام المطلوب. سبتها بقى خمرت كده من ساعه لساعه ونص في مكان دافي. شايفين خمرت وبقت عامله ازاي؟ هجيب كيس وهحط كده العجينه بتاعتي كلها في الكيس بالشكل ده عشان اقدر ان انا احطها في الازازه. انا مش هقدر ان انا احطها باي حاجه غير بالكيس. وهفتح الكيس بالمقص كده فتحه صغيره وهفرغ بقى الكيس جوه الازازه بالشكل ده كده بسهوله. حبيت العجينه كلها في ازازه وما خدش مني اي وقت وما بهدلتش الدنيا وما بهدلتش المكان. هبدا بقى ان انا ابل المقص في الزيت سخن وادوس على الازازه هتنزل لي بالشكل ده واروح قصه بالمقص. شايفين؟ هبل المقص وهقص، هبل المقص واقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا فاتحه الغطا بتاع الازازه الفتحه صغيره، انتوا ممكن ان انتوا تفتحوها فتحه اكبر، ممكن ان انتوا توسعوا الفتحه تصغروها براحتكم على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. بنسخن اي حاجه سخنه على النار، سكينه او اي حاجه، ونبدا ان احنا نفتح بيها الغطا بالشكل دوت ونعبي فيها العجينه ونبدا بقى ان احنا نقص كده. هتنزل معايا العجينه بالشكل ده. اول ما هتنزل هتروح متدوره بالشكل دوت عشان احنا مخبطينها كويس وعجنينها كويس، فلازم تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ اول ما بتنزل في الزيت تلقائي بتبقى كده مدوره على طول. بص هبل المقص بالزيت السخن وهقص، هبل المقص وهقص. هحط طبقه واحده كده منها، مش هينفع ان انا احط على بعض. اول ما الاقي ان هي اتملت معايا الطاسه هوقف تقطيع. شايفين؟ بكل سهولة من غير ما اوسخ ايدي، من غير ما اوسخ الدنيا، من غير ما اوسخ اي حاجة خالص. بكل سهولة بدوس على الازازة واقص بالمقص، ادوس على الازازة واقص بالمقص. دول المبتدئين اللي هم اول مرة يعملوها. في ناس كتير قوي بتبقى حابة ان هي تعملها بس خايفة من موضوع التقطيع دوت، او الموضوع بيبقى صعب عليهم في الاول شوية، بس بعد كده هياخدوا عليها وهتبقى سهلة جدا بالنسبة لهم. كده خلصت الكمية بتاعتي اهيت وطلعتها نص سوا زي ما احنا متفقين. بعد كده هنزل بالكمية كلها مرة واحدة علشان اديها اللون الذهبي بقى اللي انا عايزاه. لازم ان هي تاخد وشين كده في الزيت عشان تبقى مقرمشة معايا وطعمها احلى. لكن ومش هتطرى معايا حتى لو قعدت يوم واتنين. لكن لو انا عملتها مرة واحدة هستنى شوية وهلاقيها طريت مني خالص. لازم ان هي تطلع برا وتتعرض للهواء وبعد كده تنزل تاني في زيت سخن. شايفين؟ احمرها بقى لحد ما تديني اللون الذهبي. انا عاملة كبير وعاملة صغير براحتكم خالص. شايفين؟ بدأت ان هي تدي اللون الذهبي اهو.
بجد تحفة. الطريقتين احلى من بعض وهيعجبوكوا جدا ان شاء الله. معايا السيرم بتاعي هو، هبدأ ان انا اطلع واصفي من الزيت واحط في السيرم بالشكل ده. لازم ان انا اصفي الزيت كده كويس. شايفين سامعين صوتها؟ بجد حلوة قوي. وطعمها كمان تحفة واحلى كتير من بتاعة الشارع. هي ممكن تكون نفس الطعم بالظبط بس اكيد دي احلى لان هي معمولة فيه. اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس. هنعمل بقى الجاتو بتاع المحلات الكبيرة بطريقة سهلة خالص وبسيطة وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو اول مرة تدخلوا تعملوا الجاتو هتعملوه بالنتيجة ديت، وان شاء الله باذن الله هيظبط معاكم وهيطلع بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ويمكن احلى كمان. ما تنسوش بقى السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا معايا العجان او ممكن استخدم مضرب او ممكن استخدم الخلاط. هحط فيه 12 بيضة و2 باكت من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل وكوبايتين من السكر وكوباية مية كبيرة 240 ملي ونص كوباية من النشا او 5 معالق بالظبط من معلقة الاكل. وهحط معلقة صغننة من البيكنج باودر وهحط 3 كوبايات دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط 3 كوبايات دقيق ومعلقتين. وده كيس اللي هو محسن الكيك الجل، هو 60 ملي هحطه كله. ده بيتباع في اي مكان بيبيع حاجات الحلويات اللي هو المحلات بتاعت مستحضرات الحلواني. هقلب بقى الخليط بتاعي كده عشان لما اشغل العجان بتاعي ما يبهدليش المكان ويبهدل لي المطبخ. فانا هخلطهم كده ببعض. هبدأ بقى ان انا اشغل العجان بتاعي. ممكن ان انا اعمله بالمضرب الكهرباء عادي، هياخد بالعجان اقل من 10 دقايق. بالمضرب ممكن ياخد 12 دقيقة. ممكن ان انا استخدم الخلاط. فهفضل بقى اضرب لحد ما يظهر معايا القوام دوت. شايفين شكله عامل ازاي؟ وتضاعف طبعا حجمه ولونه بقى ابيض ازاي. طبعا اللي وصلني للنتيجة ديت المحسن للكيك الجل. ما ينفعش ان انا اعمل بحاجة تاني بديلة ليه لان هو اللي هيوصلني للقوام اللي انا عايزاه دلوقتي ده. هجيب بقى 3 اطباق او 3 بولات او اي حاجة. هقسم بقى الخليط بتاعي على 3. لازم يكون ال3 متساويين. الفكرة سهلة خالص وبسيطة. ممكن ان احنا نستخدمها كمشروع، ممكن ان احنا نستخدمها في حاجات كتيرة. في ناس كتير بتحب تعمل بشارية من البيت وكده. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله وتقدروا انكم تعملوا حاجة زي كده وتعملوها مشروع. هنزل بقى جبت الصاج بتاعي دوت 30 في 40. هنزل باول كمية معايا اهي بالشكل ده. هحط الاول ورقة زبدة بس مش هدهنها اي حاجة خالص ولا هدهن الصاج. انا هحط بس ورقة الزبدة بالشكل ده وهنزل عليها بالخليط. وهبدأ ان انا اوزعه كويس من الجناب. مينفعش اسيب الجناب فاضية او خفيفة او كده ولازم كله يبقى سوا واحد عشان قطعة الجاتوه بتاعتي ما تبقاش مايلة او تبقى حتة عالية وحتة واطية. فانا هظبطه بقى على قد ما اقدر لان هو مش هيتفرد معايا في الفرن فلازم انا اظبطه كده بالسباتيولا كويس. واحط الجناب كده شايفين بالشكل ده. طريقة سهلة خالص وبسيطة نقدر ان احنا نعملها في اي وقت في اي مناسبة. كده خلاص. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية. اهم حاجة درجة الحرارة تكون عالية جدا من 230 ل 220 حاجة زي كده ما تقلش عن كده. احطها لمدة 12 دقيقة بالظبط على حسب الفرن كمان بتاعكم. هطلعها بالشكل ده وهسيب الورق زي ما هو بس اهم حاجة اغطيها على طول بفوطة اول ما تطلع. هنزل بقى بالكمية التانية. حطيت ورق زبدة جديد وبعد كده حطيت الكمية التانية بقى وهفردها بالشكل ده. اهم حاجة ان انا اسويها كده زي ما قلتلكوا وافرد الورقة عشان
الكيك او السبونج بتاعي يطلع مظبوط. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تحفة بجد، حاجة كده تحفة. بعد السوا كمان بيديني الطعم القطني دوت، حاجة كده خيال. جربوها هيعجبكم قوي والله. هظبط بقى الصاج بتاعي بالشكل ده، ودخلته برضو الفرن. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ لمدة 12 دقيقة في درجة حرارة عالية. ادي معايا التالت كمية اهي. لو احنا عندنا 3 سجان، ممكن ان انا احط في 3 سجان مرة واحدة وافردهم وادخلهم مرة واحدة. انا ما عنديش غير هو صاج واحد نفس المقاس، فانا اضطريت ان انا عشان اطلع الكمية كلها نفس المقاس او الثلاث طبقات نفس المقاس ان انا اعملهم كلهم في صاج واحد. لو احنا عندنا اكتر من صاج ممكن ان احنا نعملهم كلهم مع بعض. هظبط بقى الصاج بتاعي بالشكل ده. وهدخله برضو الفرن كده. خلاص الكمية بتاعتي اتعملت، عملت 3 سجان اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو هغطيها كده بفوطة نظيفة، وهسيبها لحد تاني يوم الصبح، يعني ليلة كاملة. بعد كده بقى معايا 4 كوبايات من كريمة الخفق. ممكن ان انا استبدلها بكريم شانتيه لو حابين ان احنا نعمله بكريم شانتيه عادي. لو حابين ان احنا نعمل مشروع مش عايزين نكلف نفسينا زيادة عن اللزوم، ممكن نستبدله بكريم شانتيه. خلاص هضربها بقى كده زي ما انتوا شايفين لحد ما تتضاعف حجمها كده معايا وتتقل وتديني قوام سميك شوية. طبعا احنا منزلينها سايلة زي ما انتوا شايفين. واحدة واحدة القوام بتاعها هيتضاعف وهيتقل. هعلي بقى السرعة. ممكن نضربها في الخلاط، ممكن نضربها بهاند بلندر، ممكن نضربها في اي حاجة، مش شرط يكون مضرب، ممكن بالمضرب اليدوي. شايفين بدأت ان هي تتقل اهي. خلاص ادتني القوام دوت كده، اختلطت معايا كويس. ولو انتوا حسيتوا ان هي عايزة سكر ممكن تزودوا لها سكر بودر. لو انتوا حبيتوا الطعم ده خلاص. معايا بقى هنا فراولة قطعتها مكعبات صغيرة، بس هي الكاميرا مكانتش جايبة الحتة الاولى. بقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مكعبات صغيرة خالص. ادي الكيك بتاعي لما قعد تاني يوم. بص هو فصل لوحده عن الورق، وطري جدا وهش، بجد عامل زي القطن. امسكه بالراحة خالص، وامسكه برفق جدا، لان هو مش هينفع ان انا اتعامل معاه بعنف، لان هو مش هيستحمل. هبدأ بقى ان انا اقشر الوش بتاعه ده. هو لو قعد لتاني يوم بيبقى طري خالص اوريدي، مش بيبقى محتاج اي حاجة. شايفين بايديا بكل سهولة بيطلع. هطلعه بقى بالشكل دوت، طبعا في الصينية كده عشان ما بهدلش المكان. الحتة اللي هي ممكن ما تطلعش معايا ممكن ان انا اعملها كده بس بالسكينة، وارجع تاني ان انا اعملها بايديا. شايفين بكل سهولة بتطلع الطبقة دي. لازم ان انا اشيلها، مهم جدا ان انا اشيلها عشان مش هيثبت عليها الكريمة او الحاجة اللي انا ايا كان هو اللي انا هحشي بيه، كريم شانتيه او الكريمة او اي حاجة. فلازم ان انا اشيلها عشان مش هتمسك معايا. دي التانية اهي. بص بكل سهولة في ثانية كنت خلصت كل اللي عليها. وادي التالتة اهي اللي كنا سايبينها في الصاج. شايفين لما قعدت تاني يوم بجد بتبقى تحفة. ممكن ان انا اسيبها ساعتين 3، بس الاحسن ان انا ابيتها ليلة. كده خلاص خلصت معايا بالشكل ده. بص بكل سهولة طلعت. اجيب بقى الصاج بتاعي واقلبه بالشكل دوت، واحط حتة صغيرة كده من الكريمة عشان تثبت معايا.
وده سيرم او اللي هو الشربات بتاع الحلويات او اي حاجة عندنا، اللي هو بنسقي بيه الحلويات والحاجات ديت، البسبوسة والكنافة، الحاجات دي يعني اللي هي بيبقى السيرم. هرش منه رشة كده وهنزل بقى بكمية من الكريمة كده زي ما انتوا شايفين، وهسويها كويس كده. واخد بقى الفراولة بتاعتي واوزعها بالشكل ده، طبعا انا مقطعاها قطع صغيرة خالص عشان كلها تكون نفس السوا. احط الفراولة بالشكل ده، ممكن ان انا احط اي حشوة اللي تعجبني. بعد كده هحط كمية تاني من الكريمة، لان انا لو انا محطتش كمية تاني من الكريمة القطعة التانية من الاسبونج مش هتثبت، فانا حطيت الكريمة عشان تثبت الفراولة وتثبت كمان عليها القطعة التانية او الطبقة التانية. حطيت الطبقة التانية اهي وهسقيها برضو بالسيرم. واحط الكريمة بقى بالشكل ده، وهوزع برضو فراولة تاني زي ما اتفقنا. لو مش حابين الفراولة ممكن احط اي حشوة تاني اللي تفضلوه. واحط طبقة تاني بقى من الكريمة، احط الطبقة التالتة بالشكل ده، واحط بقى الكمية التانية من الكريمة، وهسيب بقى كريمة تاني عشان الجناش. لو انتوا حابين انكم تجرنشوا بالكريمة نسيب شوية الكيس الحلواني. احط بقى طبقة كده من الكريمة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة اسويها كويس كده. خلاص اتظبطت معايا. هجيب بقى السكينة المشرشرة ديت وهبدأ ان انا هقطع، بس مش هقطع كده وهمشي بالسكينة، لأ، هنشر اكني بنشرها، شايفين؟ واحط السكينة في مية سخنة مغلية وابدأ ان انا انشر عشان تطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لازم ان انا احطها في مية مغلية وارجع ان انا احطها تاني، يعني املأ كوباية او املأ حاجة وابدأ ان انا احطها فيها واقطع. ده الملمع، ده الملمع الجل، بيتجاب برضو من عند المحلات بتاعت مستخدمات الحلواني، موجود في اي مكان. دوت الجل، في منه بالفراولة وفي منه اشكال تاني، بس ده الجل الشفاف، ده الملمع، ده جل تلميع. هلمع بيه الجاتو بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيديله لمعة حلوة جدا وبيديله طعم كمان. كده خلاص هبدأ بقى ان انا اقطعها ل3 قطع متساويين زي ما انتوا شايفين كده. احاول ان انا ابص بعيني واللي هو اظبطهم زي بعض بالظبط. القطعة منهم هقسمها ل5 قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني انا هقطعها بالعرض 2 عشان تديني 3 قطع، وبعد كده ال3 قطع دول هبدأ ان انا اقطعهم بالعرض برضو 5 قطع. هجيب بقى كيس الحلواني واعمل بقى الشكل اللي يعجبني، اكيد انتوا هتعملوا اشكال احلى من اللي انا عملتها كتير. ده صوص ده صوص فراولة، ممكن احنا نحط صوص اي حاجة تاني. شايفين هو بيدي شكل حلو قوي وطعمه كمان حلو جدا، وفيه نسبة مزازة كده بتخلي طعم الجاتو حلو قوي. هنا بقى هحط كمية كده من الصوص عشان عايزة ان انا افردها واغير اللون، لان انا عايزة اعمل كذا شكل. طبعا الاشكال دي على حسب ما تحبوا او على حسب كل واحد وذوقه وكده. كده حطيتها بالشكل دوت وخليتها اللون دوت بشكل عشوائي كده، وهبدأ ان انا برضو اقسمها ل5 قطع. الكمية دي عملت معايا 15 قطعة. هبدأ بقى ان انا اعملها كده بكيس الحلواني
ودي شوكليت شيبس. بجد بيبقى شكلها حلو قوي وطعمها كمان حلو. ممكن ان انا اجرنش بيها كده. في منها اشكال كتير قوي والوان كتير. هقطع بقى القطعة الاخيرة برضو الخامسة. احاول بعيني كده اقطع القطع متساوية. واحط الفراولة بالشكل ده. دول انا جبت الفراولة وقطعتها كده بالطول وخدت الاتنين اللي في النص. عملتهم كده بيدوني شكل كأن جناحات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها بيبقى حلو قوي. هنا حطيت فراولية بحالها. بصوا اللي انتوا عايزينه اعملوه ابدعوا بقى. احط برضو شوكليت شيبس بالشكل ده. ده بقى الملمع الجل. هبدأ ان انا المع بيه الفراولات بتاعتي عشان ما تتبلش او شكلها ما يبقاش حلو. فبيديها لمعة حلوة قوي وفي نفس الوقت بيحافظ كمان على مدة الوقت بتاعها يعني. المدة بتاعتها تكون اطول. كده خلاص خلصت الكمية. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بجد تحفة. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. ان شاء الله هيعجبكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه روعة. الكيك بتاعه قطني قوي وبتحسوا ان انتوا بتاكلوا جاتوه ناعم كده. بجد حلو قوي. اتمنى انه يعجبكم. ما تنسوش بقى السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم وصفات اكتر ويوصلكم معلومات اكتر وتستفادوا معايا. مع السلامة. هنعمل مع بعض البسبوسة. البسبوسة من الحلويات الشرقية اللي كلنا بنحبها. هنعملها بطريقة سهلة خالص وبسيطة. انا عارفة ان البسبوسة مش بتظبط مع ناس كتير، بس ان شاء الله هتظبط معانا وهتدينا نفس النتيجة دي. هنعمل بسبوسة بالقشطة ومكسرات. هنا حطيت قشطة وعليها فستق مجروش. المكسرات حسب الرغبة. وحطيت جوز الهند برضو حسب الرغبة. شايفين النتيجة بتاعت البسبوسة وطلعت ازاي من الصينية، من غير ما تتقطع معايا، من غير ما تفرول معايا، ومرملة كده زي ما انتوا شايفين وجوسي كده خالص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللون بتاعها من تحت ومن فوق كلها لون واحد، اللون الذهبي دوت، وطرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. معايا نص كوباية من السمنة وربع كوباية من السمنة واربع معالق من الزبادي ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من جوز الهند. هنا هحط الزبادي واحط عليه ربع كوباية من الزيت من السمنة، واحط عليه البيكنج باودر. وهنا هحط نص كوباية من السمنة واحط جوز الهند. خلطت المكونات الاولى مع بعض كويس. وهنا بقى هبس البسبوسة بتاعتي. ده كيس بسبوسة اللي هو العادي الماركريز دوت اللي في اي سوبر ماركت. هخليها كده عاملة زي رمل البحر. هبسها كويس بالسمنة ومعاها طبعا جوز الهند بطعمها اللي بيخليها لي طعمها حلو جدا. هنا بقى هحط الزبادي والسمنة بالشكل ده واخلطهم مع البسبوسة كده. معلش معايا ربع كوباية من اللبن، انا نسيت ان انا احطها في المقادير. هقلب معاها ربع كوباية من اللبن بس مش هقلب كتير، البسبوسة مش بتحتاج تقليب كتير. دي صينية مدهونة سمنة. حطيت فيها بقى البسبوسة بتاعتي وهبدأ ان انا اوزعها بالشكل ده كده في الصينية. اهم حاجة ان انا افردها كويس واخليها كلها سوا واحد بالشكل ده. هسويها كده من الاطراف وهقطعها بقى. لازم اقطعها كده عشان تاخد معايا سوا كويس، تستوي من جوه ومن بره. احط بقى هنا دوت معايا بندق ومعايا سوداني ومعايا كاجو بس ما يكونش مملح ومعايا فستق ومعايا عين جمل. مكسرات حسب الرغبة، ممكن نعملها بالسوداني بس، ممكن نعملها بلوز بس كده يعني. هنا بقى معايا كوباية ونص من السكر في حلة تكون ستانلس، بس اهم حاجة ما يكونش جرانيت او سيراميك او تيفال.
هحط فيها كمية السكر 1.5 كوباية. مش هجيب سكر على الاطراف خالص، واسيب السكر ان هو يسيح معايا كده او يتكرمل. هكرمله بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا لان دي اللي بتديني اللون بتاع البسبوسة الذهبي اللي انتوا شفتوه ده. هحط بقى معلقة من السمنة بعد ما كل السكر داب معايا خالص واداني اللون دوت. هنزل بقى بكوباية من المية وادوبهم كويس مع بعض. الاول هيمسك مني كده وبعد كده هيفك، بس هسيبه لحد ما يغلي كده. وفي الاخر خالص هحط الفانيليا وبعد كده اطفي على طول عشان الريحة بتاعتها ما تروحش. لازم السيرم بتاعي يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة، الاتنين بيتعملوا في نفس الوقت. هحط بقى السيرم بتاعي كده على البسبوسة وهي سخنة وهوزعه كده كويس. البسبوسة بتشرب السيرم، معنى كده ان البسبوسة ناجحة معايا. هغطيها بقى عشان تبقى طرية معايا. خلاص وصلنا للاخر، شايفين النتيجة؟ بجد نتيجة مبهرة، مش هتبوظ مننا تاني بعد النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد.